تعالى النهاردة بمية ودقيق وخميرة هنعمل وصفة عيش سهلة وسريعة اقتصادية جدا، طعمها جميل جدا من أول لآخر رغيف منتفخ معاكي، وطريقته ناجحة جدا. لما تجربي الوصفة هتعتمديها من كتر جمالها. وما عملناش عيش وبس، لا ده احنا حشينا منه بسكر وبسمنة، طعمه جميل جدا. لما تجربوا الوصفة هتعتمدوها. فلايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وتعالوا نسمي بسم الله ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. عشان نعمل الوصفة بتاعتنا عندي هنا 8 كوبايات من الدقيق، يعني كيلو من الدقيق. هنزل عليهم بمعلقة صغيرة مليانة من الملح، وعندي معلقة صغيرة من السكر، وهننزل بكيس من الخميرة الفورية. لو عاملة 4 كوبايات من الدقيق نزلي برضو كيس من الخميرة الفورية. ببدأ اقلب الدقيق والسكر والملح مع الخميرة، يعني بقلب المواد الجافة مع بعضيها. بعد كده بنفس الكوباية اللي عيرت بيها الدقيق نزلت ب3 كوبايات من المية الدافية. بنسمي بسم الله وبنبدأ نعجن العجينة بتاعتنا. العجينة بتاخد وقت شوية في العجن، بس أهم حاجة كل ما بتعجن العجينة كويس وبتديها حقها كل ما بتديكي نتيجة أحسن. طبعا عجنت العجينة بالطريقة اللي انتوا شايفينها. 3 كوبايات من المية لموا معايا الدقيق وادوني عجينة طرية، فرجعت نزلت بنص كوباية من المية. انت انزلي بربع كوباية من المية، ولو احتاجت نزلي الربع التاني. بس كده احنا محتاجين عجينة طرية في الوصفة بتاعتنا. برجع اعجن تاني وبتبصي تلاقيها معاكي العجينة سايحة وبتلزق او بالطريقة دي. اعجنيها كويس قوي لحد لما تبقى ملسة وناعمة تحت ايدك بالطريقة اللي انت شايفاها دي، وبتخلع من الطبق. في المرحلة دي اول ما بتتعجن كويس قوي معايا باجي برشة من الدقيق، ببدأ انضف حروف الطبق او البولة اللي بعجن فيها، وبلم العجينة كويس قوي. بصوا ببدأ المها بالطريقة دي. بصوا العجينة معايا طرية جدا. ببدأ المها بقى على بعضيها في البولة، وبرش على وشها رشة من الدقيق، وبغطيها بكيس بلاستيك، وبلفها بقماشة. والفرن عندي دافي، بحطها على الرف الوسطاني والفرن دافي واسيبها معايا لحد لما تتخمر. الفرن مطفي طبعا، بس انا دفيت الفرن وبعد كده طفيته ورحت مدخله على طول الطبق العجين بتاعنا عشان يتخمر بسرعة. خد 40 دقيقة معايا. كان اتخمر بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. شايفين الخمور معايا وشايفين العجينة معايا ممتازة. في المرحلة دي طبعا اللي طلع في الكيس بالطريقة دي ما بسيبوش، رشة خفيفة جدا من الدقيق وبتبدأي تلميه بمنتهى السهولة. مش هنهدر ولا هنرمي اي حاجة. بس كده ببدأ اطلع الخمور اللي في العجينة. طبعا انا بدرت ايدي بالدقيق، ببدأ المها بالطريقة دي كويس قوي. وبعد كده ببدأ أبدر ايدي بالدقيق وببدأ اقطعها الكور. اول حاجة برش رشة دقيق على الرخامة وبنيجي على العجينة. بصوا بالطريقة دي ببدر ايدي بالدقيق، ببدأ اقطعها الكور. انا كنت مقطعاها الكور كبيرة، انت حابة تقطعيها الكور وسط او كور صغيرة انت حرة، بس انا قطعتها الكور كبيرة. قطعت معايا 22 رغيف. ببدأ ألمها كويس قوي من تحت بالطريقة دي، وبعد كده ببدأ أنا أعمل وش، وبعد كده ببدأ أحطها على الدقيق اللي احنا رشيناه. ممكن كمان ترشي ردة مع الدقيق لو انت حابة. بس احنا النهاردة هنعمل العيش عيش شامي بطريقة المخابز او الافران اللي انتوا بتشتروه من بره. بس كده بعد ما قطعتهم ببدأ اغطي عليهم بكيس بلاستيك. بغطيهم طبعا بالكيس البلاستيك، بسيبهم بس 5 دقايق يرتاحوا معايا، وبعد كده ببدأ اشتغل من اول كرة قطعتها. زي ما انتوا شايفين العجينة معايا ممتازة. برش رشة دقيق على الرخامة. طبعا انا اشتغلت بالدقيق النهاردة. حبيت اعمل معاكم الوصفة دي عشان تجربوها في البيت بمنتهى السهولة. طبعا انا ما برشش على الوش، ايدي بتبقى متبدرة من رشة الدقيق اللي رشيتها على الرخامة. ببدأ ابطط الوش، وبعد كده ببدأ اخد من نص البرة ورقة معايا الحروف لحد لما بتبقى معايا بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. رشة دقيق على الرخامة، وببدأ افرد رغيفين 3. على بال ما بفرد 3-4 رغفة ببقى طبعا مشغله الفرن وسايباه يسخن معايا. ببدأ اسوي على طول، يعني انا مش هسيب العيش معايا يتخمر.
انا من اول ما بدأت افرد وانا مشغلة الفرن عشان يسخن كويس قوي معايا. شايفين باخد من نص لبره وبرش رشة دقيق على الارضية. لو لقيت الوش معايا بيلزق رشة خفيفة على الوش وبتكملي فرد. طبعا سمكه ولا هو رقيق او ولا هو سميك. طبعا الفرن وهو شغال انا حاطه الصينيه اللي هبدا اسوي فيها عشان تسخن كويس قوي معايا. بطلعها بعد ما بفرد كام رغيف والفرن يكون سخن جامد، ببدا ارص فيها العيش بالطريقه دي. ببدا ادخله على الارضيه شغال عليه من فوق ومن تحت على اعلى درجه حراره. اول ما بيبدا يتشمع ويبدا ينتفخ معايا بالطريقه دي بسحبه من على الارضيه وارفعه على الرف الوسطاني. ببقى مقربه الرف من الشوايه من فوق عشان ياخد اللون بسرعه، طبعا عشان مش عايزين العيش ينشف مننا. شايفين الجمال قد ايه منتفخ. والوصفه مع انه ولا سبناه يتخمر ولا اي حاجه، احنا فردنا وسوينا على طول. الوصفة بجد ممتازة، لما تجربوها هتعتمدوها. بصوا الجمال اخد معايا اللون على طول. ببدأ اخرجه وعندي هنا صينية حط عليها قماشة ببدأ ارص فيها العيش. بصوا بالطريقة دي، وفي نفس الصينية وهي سخنة برجع ارص باقي العيش وببدأ اسويه بنفس الطريقة. بدخله على الارضية يتشمع معايا قبل ما يبدأ ينتفخ، بسحبه وارفعه على الرف الوسطاني واسيب النار من فوق ومن تحت على اعلى درجة حرارة لحد لما ياخد طبعا اللون. على طول ببدأ اخرجه. شايفين الجمال من اول رغيف لاخر رغيف والعيش معايا منتفخ وطالع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. بطلعه وبحطه على القماشة وطبعا بغطي عليه. هنا بقى تعالوا بقى نحشي بسكر وبسمنة وطعمه بيبقى جميل جدا. لما تجربوه هتعتمدوه بجد، طعمها جميل جدا العيش اللي بالسكر وبالسمنة. بعد ما فردته قلبته خليت الارضية من فوق والوش من تحت وببدأ أأكد عليه الفرد. وباجي بقى من جوه أبدأ أحط معلقة من السكر كده في نص العجينة، وبنحط معلقة بصوا حتة سمنة بس عشان تبدأ تسيح معايا ما تكتريش. وبعد كده ببدأ أقفله كويس قوي بالطريقة دي. ببدأ أضغط على الحروف عشان تتدبس في بعضيها. أهم حاجة تقفليه كويس قوي عشان السمنة ما تسحش وتطلع بره الرغيف. ببدأ كده أشيل الزوايد عشان شكله يبقى حلو. أهم حاجة أضغط كويس، بترجعي تضغطي عليها وتأكدي عليها القفلة. شايفين الجمال برضو منتفخ معايا وسويناه بنفس الطريقة. وده شكله طبعا لما خرج حاجة كده تشهي النفس على الأكل. دي وصفتنا للنهاردة. العيش جميل جدا طري جدا، ممكن تفرزيه بعد ما بيبرد معاكي. بترصيه طبعا في اكياس بلاستيك وبتدخليه الفريزر وبتسيبيه معاكي وقت ما تحبي. بتخرجيه تسيبيه يفك وبتشويه وبألف هنا وصحة وهنا على قلوبكم. الوصفة جميلة جدا، اتمنى تجربوها وتقولولي على رأيكم فيها وتمشوا بنفس الطريقة. يبقى ال8 كوبايات دي اخدوا معايا 3 كوبايات ونص من المية. دي اللي استعملته دقيق قمح درجة اولى. ممكن تستعملي اي دقيق من عند العطار، دقيق السايب، اي دقيق بتفضليه اشتغلي بيه. فيا رب تكون وصفتي للنهاردة عجبتكم وتجربوها زي ما انتوا شايفين. بصوا العيش من جوه جميل جدا مستوي حلو قوي ومنتفخ معايا وطري. فيا رب تكون وصفتي للنهاردة عجبتكم. كمان اللي حشيناه سكر وسمنة يعني طعمه جميل جدا. شايفين السكر سايح مع السمنة ازاي من جوه والعيش متشربه فطعمه حلو قوي. لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام.